ثلاث مفاجآت لجماهير النادي الأهلي. ثلاث مفاجآت بس؟ لا، دي مش مجرد مفاجآت، دي مفاجآت بس عبارة عن تكسير عظام. تكسير ايه؟ تكسير عظام. ولكن النادي الأهلي مش عارف هو عايز ايه بالظبط، يعني مش عارف، بيعمل حاجات غريبة وحاجات حرفيا خازقة للطبيعة. وفي ثلاث أخبار من العيار الثقيل. ولكن يا كاريزما صلى على النبي وارزع اللايك، ولو انت اهلاوي اكتب عاش الاهلي، ولو انت زملكاوي اكتب عاش الزمالك. واهم حاجه يا كاريزما ارزع اللايك يا كاريزما علشان نخش في الموضوع. واكدوا لي على الصوت. الصوت يا شباب تمام ولا صوت مقدم مأخر؟ ما فيش صوت؟ عرفني علشان ما اقعدش اتكلم وفي الاخر يطلع في مشكله في الصوت زي اللايف اللي فات. ها الصوت يا شباب تمام ولا؟ تمام ولا؟ الاهلاوي يكتب عاش الاهلي والزملكاوي يكتب عاش الزمالك. وصلى على النبي يا كاريزما واكد لي على الصوت. رزعت لايك ولا لسه يا كاريزما؟ ارزع اللايك، ارزع. بقول لك ثلاث اخبار من العيار التخين قوي قوي قوي. ارزع اللايك. اولا كلنا اتفرجنا على النادي الاهلي في الموسم اللي فات، هلهله وتنجيد حرفيا بكل ما تحمله الكلمه من معنى، سواء على المستوى الافريقي او مستوى الدوري او كاس مصر او سوبر مصري او سوبر افريقي. حرفيا النادي الاهلي ما شاء الله عليه واخد الاخضر واليابس. ولكن النادي الاهلي الموسم الجديد بقى، هل عينه على الدوري؟ نو. عينه على الكاس؟ نو. دوري ابطال؟ لا. دوري مثلا يعني سوبر مصري؟ لا. سوبر افريقي؟ لا. النادي الاهلي عينه هتطلع على كاس العالم للانديه. ليه بقول لك كده؟ تعالى لي، ما انا هقول لك. ولكن قبل ما اخش لك على البهاريز هقول لك خبر مفرح، وهو بطوله دوري ابطال افريقيا مكافآتها الماليه بقت توب التوب. تعالى لي اقول لك على المكافآت بتاعه دوري ابطال افريقيا اللي هيكون ليها بطل النادي الاهلي ان شاء الله. انا عارف النادي الاهلي كده بطل، فتعالى لي اقول لك على مكافأة دوري ابطال افريقيا وبعد كده اخش لك على البهاريز. بص يا سيدي، البطل اللي هو النادي الاهلي، ما بقتش حاجه غريبه ولا هي حاجه مثلا خاصه. رزعت لايك ولا لسه؟ ارزع لايك يا كاريزما. بيقول لك البطل هياخد 4 مليون دولار. 4 مليون دولار لبطل نسخة دوري أبطال أفريقيا اللي هيكون الفائز بيها في النادي الأهلي. يعني بعض جماهير النادي الأهلي ما بقتش تبص على أساس إن بطولة دوري أبطال أفريقيا بطولة صعبة. لأ، إحنا لسه هنخش بقى دور 16 ومش عارف دور 32 والهري ده. لأ، أنا هلاعب مين في النهائي؟ يا ترى هلاعب الوداد؟ يا ترى هلاعب صن داونز؟ يا ترى هلاعب مثلا الترجي؟ ما هو انت النادي الاهلي وعقليه لاعيبه النادي الاهلي وعقليه جماهير النادي الاهلي ما بقاش يبص لك على الادوار التمهيديه ودور ال 16 وال 32 والهري والرزع ونص نهائي والكلام ده. لا، هو عينه على اللي هيلعب معاه في النهائي. يعني جماهير النادي الاهلي لما باجي اكلم واحد صاحبي يقول لي اصل يا ترى هنقابل مين في النهائي؟ هو الموضوع طب ويا ابني الدور ال 16 ولا ال 32؟ يا عم بقى، يا عم احنا بنخش بس نمشي رجلينا كده، اصلي مش جديده يعني. وتعالى لي اقول لك على الوصيف هياخد كام. الوصيف هياخد له 2 مليون دولار والوصول لنصف النهائي، او هياخد له مثلا 1,200,000 دولار. صاحب المركز الثالث والرابع في دور المجموعات هياخد له 700,000، والمشارك في الادوار التمهيديه هياخد له 50,000 دولار. يعني حاجات بتبقى في الصاج. ولكن النادي الاهلي سوف يحصل على 4 مليون بصفته البطل. يعني انا شوف، انا بقول لك ايه، النادي الاهلي خلاص هو خد البطوله. اسمع مني، النادي الاهلي هياخد بطوله دوري ابطال افريقيا وبكره تقول الاصل قال. طيب هنيجي لنقطه مهمه ثانيه ومهمه انقح وخبر تقيل جدا، وهو النادي الاهلي عايز ايه تاني؟ يعني انت مثلا كاهلاوي النادي الاهلي تعاقد لك مع يوسف ايمن، تعاقد لك مع يحيى عطية الله رسميا، محمد علي بن رمضان. هو انا قلت لك ان محمد علي بن رمضان في التتش خلاص؟ النادي الاهلي خلصه بنسبه 99%. هتصدقني؟ لا، انت لازم تصدقني.
محمد علي بن رمضان اهلاوي رسميا. ناقص ايه حاجات بس رتوش اخيره، الكشف الطبي والتصوير بس والحاجات دي هتاخد ساعات، يعني ساعات فقط لا غير. محمد علي بن رمضان اهلاوي. طيب هنسكت؟ النادي الاهلي يسكت بقى وينبط ويكتفي لك بقى بيوسف ايمن ويحيى عطية الله وبن رمضان؟ لا. اشرف داري مدافع عالي جدا، كواليتي محترمه قوي، خامه ممتازه. يعني اشرف داري يا كاريزما، النادي الاهلي داخل فيه بشكل قوي جدا. اشرف داري اعتبره مدافع رسمي في النادي الاهلي رسميا، خد مني انا بقى الكلام ثقه. اشرف داري اهلاوي والنادي الاهلي خلاص الموضوع منتهي معاه. طيب انت بقى تخيل النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي برغم ان هم واخدين الدوري ما شاء الله عليهم، واخدين الاخضر واليابس مهلهلينه ومنجدينه، ودوري ابطال افريقيا ما شاء الله على النادي الاهلي مهلهله ومنجده. ارزعت لايك ولا لسه؟ ارزع لايك يا كرازم، ارزع لايك. فبالتالي النادي الاهلي واخد لك الدوري، واخد لك الاخضر واليابس في الدوري، واخد لك دوري ابطال افريقيا حرفيا بالاقلام، مكتسح وما شاء الله. انا عايزك تبص بقى على اللعيبه بتاعت النادي الاهلي في الموسم الجديد. تخيل معايا كده ان انت عندك اشرف داري، عندك ما شاء الله يحيى عطية الله، عندك بن رمضان، عندك يوسف ايمن، عندك مين؟ عندك امام عاشور، عندك مثلا حسين الشحات، عمر كمال عبد الواحد، رضا سليم، وسام ابو علي، كهربا. انت متخيل؟ دي كتيبة رعب ما شاء الله عليها. ولا انا ما بحسدش، ولكن بالكتيبة دي انت تاخد كاس العالم للاندية وانت حاطط رجل على رجل. مجلس ادارة النادي الاهلي حرفيا في الصفقات ما عندوش بقى ياما ارحميني. النادي الاهلي عامل لك صفقات تقيلة جدا. النادي الاهلي بيحارب الزمن، الفترة مش طويلة ولكن النادي الاهلي قادر يحسم الصفقات. ارزع لايك يا كاريزما وصلي على النبي. انت بقى عندك حرفيا بعد يحيى عطية الله وبعد يوسف ايمن عندك حسين، عندك كهربا، عندك امام، عندك عمر كمال، عندك رضا سليم. انت بقى عندك كتيبة ومش اي كتيبة، انت عندك كتيبة ما شاء الله مرعبة يا كاريزما، مرعبة حرفيا. جماهير النادي الاهلي انت ايه طموحاتك تاني؟ يعني مجلس اداره النادي الاهلي قال لك لا، برونزيه كاس العالم والكلام ده لا، مش جاي معايا السكه، انا عايز اطلع اخد النهائي مثلا. ايه المشكله في ده؟ يعني طموحات مجلس اداره النادي الاهلي او اي حد من جماهير النادي الاهلي تيجي تساله تقول له مثلا انت ايه طموحاتك كاهلاوي مع النادي الاهلي؟ يقول لك كاس العالم للانديه. يعني دوري ابطال افريقيا لا ما يملاش عينك خلاص؟ لا يعني لا، تحس ان دوري ابطال افريقيا بقى ياخدوا كل اثنين وخميس. بكلمك بجد، جماهير النادي الاهلي حرفيا جماهير غريبه. يعني انا من 2002 وعمال اقول الزمالك قادم ونفسي اخد دوري ابطال افريقيا اللي انت بقيت ما شاء الله تاخده كل اثنين وخميس. انت حرفيا سلام عليكم. ايه ده؟ انا هقابل مين في النهايه يا جماعه يا ترى هقابل مين؟ يعني واحد من جماهير النادي الاهلي يقول يا اصلي انت دلوقتي انت بتتكلم في دور 16 ودور 32. يا عم انا ببص انا هقابل مين في النهائي. انت وصلت الليفل الوحش، انت بقيت تاخد دوري ابطال افريقيا كل اثنين وخميس ما شاء الله عليك، بقيت تروح كاس العالم للانديه كأنك رايح دوره رمضانيه. انت كاهلاوي محتاج ايه تاني؟ يعني والله بكلمكم بجد. ارزع لايك يا كاريزما، ارزع لايك كده وصلي على النبي. انت كشخص اهلاوي انا عايزك تناقشني واقرا كل التعليقات. انت حلمك ايه؟ دوري ابطال افريقيا بتاخده كل اثنين وخميس، كاس العالم للانديه اللي احنا بنطلع نتريق عليها وكل اعلاميين نادي الزمالك يطلعوا يقول لك ان هي بطوله ضعيفه وان انا لو قابلت الريال هاخدها سكور ولو قابلت البايرن هاخده سكور ومش عارف ايه والحكايه وانا عمال احلم في ميه الليفت. انا حرفيا عايش في ميه الليفت، ما انا لما اطلع اقول لك ان انا اخد البايرن سكور لما ابقى قابلها بقى، لما ابقى قابل الريال بقى. يعني انا لما ببقى مثلا طموحاتي تعلى اقول لك ان انا اكسب مثلا سيراميك، دلوقتي اكسب طلائع الجيش،
دي طموحاتي انا كزملكاوي، ان انا اكسب لك طلائع الجيش واخد بطاري، ان انا اتهزمت 3-1. انت متخيل طموحي يوصل لحد فين؟ ان انا اكسب طلائع الجيش، ان انا اكسب لك السيراميكا، ان انا اكسب لك الجونه، ان انا اكسب لك مثلا يعني يا جماعه ان انا اكسب لك الداخليه. يعني انت متخيل ان انا اوصل مركز تاني، يعني ان انا اوصل مركز تاني، ده ليفل الوحش عندي بقى، ان انا ارجع للوصافه التاريخيه بتاعتي. انت متخيل الوضع بقى عامل ازاي؟ وانت نفسك في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي يعتبر خلص في بين رمضان رسمي، وانا بقول لك الاعلان الرسمي هيبقى خلال ساعات. عندك اشرف داري، النادي الاهلي خلاص دخل في الصفقه بشكل كبير جدا، ولكن كان متوقف لحته ان محمد عبد المنعم يرحل، وكده محمد عبد المنعم رسمي فهمي نظمي خارج النادي الاهلي. يعني انت عندك بقى جوائز دوري ابطال افريقيا خلاص، اللي حاليح اشتغلت، خدت انت الجايزه اصلا من يومين 3، خدت اللي حاليح بتاعت البطوله اللي فاتت، جات لك الاسبوع اللي فات من يومين 3، فالدنيا معاك بيس. عندك محمد عبد المنعم اتباع ب$4,400,000 واللي حياه بادي. مكافآت دوري ابطال افريقيا قفشتها من يجي 3 ايام بالظبط او 4 ايام، فاللي حاليح شغاله ما شاء الله عليه. مكافأة كاس العالم للانديه جات لك ظبطت لك الاداء، يعني انت ما شاء الله تمام التمام. انا بقى كل طموحاتي ان انا افك القيد. انت واصله معاك انت بقى كشخص اهلاوي، انت بقى مشكلتك ايه دلوقتي؟ هقرا كل التعليقات. انت كاهلاوي مشكلتك ايه دلوقتي؟ صفقات ما شاء الله بتعمل 5 وخماسة وكل اعوذ برب الفلق، ولو عايزني اجيب بخوره بخاركوا هجيب. ما شاء الله الله اكبر. يعني انا ما بحسدش، ولكن انا بقول لك ان النادي الاهلي حرفيا داخل لك الموسم الجديد مفيش راحه ولا بالراحه. انت متخيل ان انت بتعمل هلهلت الدوري، وهلهلت دوري ابطال افريقيا، وهلهلت كاس عالم للانديه، ما شاء الله يا سيدي، وكل اعوذ برب الفلق وفي وش اهو في وش. انت كشخص اهلاوي انت مشكلتك ايه؟ انا مشكلتي واقف قيد. يعني انت متخيل الوضع بقى عامل ازاي؟ لا يا جماعه الموضوع بقى صعب. والنادي الاهلي لما انت بتعمل فينا كده وانت لسه ما عملتش الصفقات، اما نخش الموسم الجديد وسام ابو علي هيعمل فينا ايه؟ هنعمل فينا ايه؟ ويطلع لك يقول لك ايه بقى؟ انا هشفر الدوري. يا عم دوري ايه اللي تشفره؟ بالمناسبه بيقول لك كاس الدوري او درع الدوري يا كاريزما مش هيتسلم في ارض الملعب. ده الضحك الجديد الخام بقى. الضحك الخام ان الاتحاد المصري لكرة القدم بعت لمجلس ادارة النادي الاهلي انه يتسلم درع الدوري في احد الفنادق الكبرى في القاهرة. ده اسمه ضحك خام. مفيش حاجة بتحصل كده في العالم كله، يعني في العالم كله مفيش درع دوري او كاس او دوري، اي دوري في العالم مفيش حد بيسلم الدرع في فندق، مفيش كده. انت كاهلاوي تقبل ان النادي الاهلي يستلم درع الدوري في فندق حتى لو كبير في احد يا عم بقى يا عم في احد الفنادق الكبرى في القاهره؟ مفيش كده في العالم. ده اسمه ضحك خام، ده اسمه فشل ذريع بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وترجع تقول انا عايز اشفر الدوري. دوري ايه يا راجل؟ دوري ايه ده؟ احنا بنتفرج على تلوث سمعي وبصري، ولا تحكيم عدل ولا تعليق عدل، وبننام واحنا بنتفرج على الماتش، ولا يعني مفيش حاجه عدله ولا تصوير عدل يا راجل. وتيجي تقول هشفره؟ ده انت تكسب فينا الثواب والله تكسب فينا الثواب، وتيجي تقول هشفر الدوري. شفره ابوس دماغك شفره يا راجل. يا راجل ابوس دماغك شفره وريحنا يا راجل. ده تلوث سمعي وبصري. انت من وجهة نظرك الشخصية كاريزما، ما هو تعليقك على صفقة محمد علي بن رمضان؟ وما هو تعليقك على صفقة اشرف داري؟ وما هو تعليقك على مكافآت بطولة دوري ابطال افريقيا؟ وما هو تعليقك على موضوع تسليم درع الدوري في احد الفنادق الكبرى في القاهرة؟ وهقرا كل التعليقات. ولو عجبتك الحلقة يا كاريزما ارزع اللايك. سلام عليكم.